4 مليون دولار اتسرقوا من قلب المطار، لا كاميرات جابت الفاعل ولا الامن لاحظ حاجه. 13 سنه وهو بيضرب ضربته ويمشي ومحدش شافه او حتى شك فيه. اللي هحكيه لكم النهارده مش فيلم ولا قصه خياليه، دي جريمه اتنفذت بعقل شيطان. في اوائل التسعينيات في كندا حصلت عمليات سرقه كتير جدا وما كانوش بيلاقوا اي دليل يمسكوا بيه المجرمين دول. تورنتو وبيرسون اكبر مطار دولي موجود في كندا. المطار ده فيه اكبر عدد شحنات لانه بيستقبل الشحنات دي من كل مكان في العالم. حرفيا في ملايين البضائع بتوصله كل يوم، وكلها بتكون موجوده في مخزن كبير وواسع جدا علشان يقدر ياخد اكبر كميه من الشحنات. المخزن ده فيه كل حاجه، حرفيا اي حاجه هتيجي في بالك هتلاقيها هناك. المنظر هناك هيخليك تحس انك دخلت عالم تاني فيه كل حاجه. وطبعا مكان زي ده كنز لاي حرامي، لان معظم الحاجات اللي موجوده فيه غاليه جدا. بس الموضوع مش بالسهوله اللي انت فاكرها، لان لو في حد قرر يسرق من المخزن ده هيتقبض عليه من قبل حتى ما يفكر يسرق منه. المخازن دي محميه بشكل كويس جدا، هناك في اكتر من 100 ضابط بيحرسوا المكان. بس مع ذلك في اوائل التسعينيات اداره المطار اكتشفت ان في حاجات كتير بتختفي. كان موجود كاميرات واجهزه كمبيوتر وهاردات وحاجات تانية كتير كلها اختفت، ثمنها تقريبا نص مليون دولار. الشرطه على طول اتدخلت وعينت فريق علشان يكشف ازاي الحاجات دي اتسرقت، مع ان المكان كله امن وظباط وكاميرات مراقبه في كل مكان في ال 24 ساعه. وعلشان تدخل او تخرج من المكان ده اصلا لازم يكون معاك تصريح. حتى الموظفين نفسهم كانوا بيتفتشوا، يعني المكان كله متامن بنسبه 100%. طبعا انت دلوقتي هتقول لي لما المكان متامن بالشكل ده ازاي الحاجات دي كلها اتسرقت، وازاي مفيش حد لاحظ حاجه مع ان المكان كله مترشق كاميرات. والغريب ان البضائع كانت بتتسرق سنين ومحدش عارف، والشرطه حطت اكتر من خطه علشان يقدروا يكشفوا اللي بيسرق البضاعه، بس ما كانوش بيوصلوا لحاجه. والتحقيقات بتاعتهم كانت صعبه جدا، لانهم اكتشفوا ان اللي بيسرق البضاعه اصلا هي اداره المطار نفسه. والمطار كان بيدخلوا شحنات كتيره جدا، ده غير ان في التسعينيات ما كانش في نظام لتخزين البضائع. يعني المفروض ان كل حاجه لها مكانها ومتسجله على السيستم عندهم، بس ده ما كانش موجود. حرفيا البضائع كانت مرميه في كل حته، علشان كده الموضوع كان صعب جدا على الشرطه، عامل كده زي اللي بيدور على ابره في كوم قش، لانهم اصلا كانوا بيكتشفوا الحاجات اللي اتسرقت متاخر. يعني الشرطه عرفت بعد ما البضاعه اختفت اصلا باسبوع، وكان صعب جدا انهم يلاقوا اي دليل يوصلهم لحاجه. الموظفين في المطار كانوا عاملين زي عيله كبيره كده، كل واحد فيهم كان بيغطي على التاني، مش علشان مثلا كلهم حراميه، لكن بينهم ثقه وعشره بالسنين. الشرطه وقتها حست بالعجز لان كل واحد بيحمي التاني حتى لو عارفين مين اللي سرق، وده اللي خلى الموضوع اصعب بكتير. وقالوا لنفسهم احنا مش هنطلع بحاجه منهم، دول كلهم بيحموا بعض. فبداوا يفكروا بطريقه مختلفه تماما. كانوا شايفين ان عمليه سرقه زي دي محتاجه وقت كبير علشان يكشفوا اللي بيعمل كده. قالوا ان الشخص اللي بيسرق ده اكيد من جوه المطار، لانه عارف كل مواعيد الشحنات، وكمان ده بيعرف يدخل مكان مش بسهوله حد يدخله غير اللي شغالين فيه. وده اللي خلى الشرطه تحقق مع كل اللي شغالين في المخازن، بتوع الامن والاداره وحتى السواقين. وطبعا الشرطه قالت استحاله يكون اللي بيسرق ده شخص واحد، دول اكيد مجموعه كبيره من جوه المطار. تفتكر الشرطه كان عندها حق انها تشك في كل الموظفين، ولا كانت بتجري ورا وهم؟ يعني شحنات بملايين بتختفي من جوه المطار من غير اي اثر، يبقى طبيعي جدا يفتكروا ان اللي عمل كده مجموعه كبيره من جوه. بس اللي ما قدروش يتخيلوه ان اللي بيعمل ده كله هو شخص واحد بس. والغريب ان الشخص ده ما كانش مدير ولا مشرف او حتى في الاداره، كان مجرد سواق بسيط بس قدر يعدي من الامن. ما كانش بيهرب ولا بيدخل سرقه، كان بيعدي من قدام الامن كانه موظف عادي جدا، وقدر يسرق بضاعه ثمنها 7 مليون دولار وباعها في كل مكان في العالم حرفيا. طب هو مين الشخص ده وازاي قدر يعمل كده اصلا؟ اسمه هولامون. الراجل ده اصله فيتنامي، وفي اواخر الثمانينيات سافر لكندا وبالتحديد مدينه تورنتو. كان وقتها معاه في جيبه 50 دولار بس، كان عاوز يبقى غني جدا بسرعه وباي طريقه من غير ما يتعب. فعلشان كده استغل كل حاجه يعرفها عن الشحن وعمل خطه تخليه يسرق ملايين من غير ما حد يشك فيه. الراجل ده كان ذكي جدا وعارف ازاي يخلي الناس اللي حواليه يثقوا فيه ويطمنوا له بسرعه، بالذات الناس اللي بيشتغل معاهم. كان بيتعامل بهدوء واحترام مع الناس كلها، وكان دايما بيضحك في وش الناس. كل ده ساعده انه يكسبهم ويكون صداقات كتير، وسمعته بقت كويسه. الناس كانوا مسميينه سمايلي من كتر ما كان بشوش وبيضحك. بعدها بفتره قابل واحده ست من فيتنام اسمها تريزا، وعجبوا ببعض من اول لحظه، وبسرعه جدا بقوا قريبين وحبوا بعض، واتجوزوا بعدها بفتره قصيره وعاشوا في شقه تريزا. بس تريزا كانت عايشه مع ابنها بيني اللي خلفته من جوزها الاولاني. تريزا كانت بتشتغل في شركه شحن كبيره، وكانت عارفه ان سمايلي شغال في نفس المجال وعنده خبره، فقررت تجيب له شغل في نفس الشركه واشتغل سواق في شركه الشحن. كانت وظيفته انه ياخد البضاعه من مطار بيرسون ويسلمها لكل الشركات اللي في المدينه. بس الوظيفه دي ما كانتش بتجيب له غير 1600 دولار، وده مرتب قليل جدا. يعني كده مش هيعرف يحقق حلمه ويبقى غني. كان متعود انه يسلم البضاعه بنفسه، وده معناه انه بيوصل الحاجه للمحلات وبقى عارف اسعار البضاعه اللي بيسلمها، وان الحاجات دي سعرها غالي. قال لنفسه انا لو سرقت جزء صغير من كل شحنه بوصلها كده هكسب
فلوس كتير وهبقى غني. من بعدها قرر انه يدخل المخزن بنفسه، اصله عاوز يبقى جوه اللعبه ويشوف كل حاجه بعينه علشان يقدر يسرق اكتر من غير ما يتكشف. تفتكر دخوله هيبقى سهل؟ هقول لك انه علشان يدخل المخزن كان لازم يكون معاه تصريح رسمي، ولازم يعلق البطاقه بتاعته على رقبته طول ما هو موجود جوه المخزن علشان الامن يعرف هو مين بالظبط. كانت حركته محدوده جدا جوه المخزن، كان لازم يقف ويستنى العمال لحد ما يجيبوا له البضاعه لحد عنده وبعدين هو ينقلها بنفسه للعربيه بتاعته. وطبعا ده مش هيناسب الخطه بتاعته لانه لازم يكون قريب اكتر، علشان كده قرر انه يقرب من العمال ويكسب ثقتهم. وفعلا من البدايه علاقته بهم كانت كويسه لانه كان دايما بيضحك في وشهم من اول يوم، بس كان محتاج انه يقوي علاقته بهم اكتر شويه، بيجيب لهم اكل ومشاريب ويقدم لهم هدايا. هو ما اكتفاش بكده وبس، كان دايما بيسال عليهم ولو حد احتاج مساعده كان اول واحد بيساعده. هدفه الوحيد انهم يحبوه ويثقوا فيه، كان عاوز يدخل ويطلع من المخزن براحته من غير ما حد يساله انت رايح فين ولا جاي منين. من الاخر كده عاوز يسرق بهدوء. اسماعيل ما كانش بيتعامل مع اي حد كده وخلاص، كان مركز على العمال اللي حالتهم الماديه صعبه وعليهم قروض ومديونين لانهم هدف سهل بالنسبه له، علشان كده كان بيقرب منهم ويساعدهم كتير. كان عاوز يبقى في مصلحه بينهم، يعني من الاخر كده لو شافوه بيسرق حاجه يسكتوا ويداروا عليه. لحد ما في يوم العمال كانوا بينقلوا البضاعه لعربيه اسماعيل، قرب وقتها من عامل وقال له ينفع ازود كرتونه على البضاعه؟ مش هتفرق يعني، دي كرتونه واحده ومحدش هياخد باله. وطلع من جيبه 2000 دولار وقال له خد حطهم في جيبك. والعامل من غير ما يبلغ اي حد او يسال خد الفلوس وحطها في جيبه على طول لان حالته الماديه كانت صعبه جدا ومحتاجها. وبرده العامل كان عارف انهم علشان يكتشفوا حاجه زي دي محتاجين وقت كبير جدا. واسماعيلي لما رجع البيت كان متحمس جدا يعرف هو ايه اللي جوه الكرتونه اللي خدها. فتحها ولقاها مليانه اجهزه كمبيوتر ولابات وتليفونات ثمنها ممكن يزيد عن 100,000 دولار، يعني دفع 2000 دولار علشان ياخد 100,000. حرفيا دفع مبلغ بسيط وطلع بمكسب كبير جدا، ودي كانت اول خطوه ناجحه ليه واللي خلته يصدق ان خطته هتكمل ويوصل لحلمه ويبقى غني. طبعا دلوقتي اسماعيلي لازم يبيع الحاجات اللي خدها علشان يبقى معاه فلوس، بس بدل ما يبيعهم بشكل عشوائي ويلفت الانتباه قرر يلعبها صح. بدأ يقرب من اصحاب محلات الكمبيوتر ويصاحبهم وباع لهم الحاجات اللي معاه باسعار اقل من اسعار السوق. وبعدها على طول اسماعيلي قرر انه يعيد نفس اللعبه من تاني، اصل مكسبها كويس ومضمون. ودفع فلوس تاني لحد من العمال علشان يزود كرتونه على البضاعه اللي معاه، بس للاسف مش كل مره هتيجي زي ما هو متوقع. اسماعيلي رجع البيت وفتح الكرتونه ولقى ان فيها حاجات ما تجيبش حتى 20,000 دولار. سكت شويه من الصدمه وبعدها قال لنفسه عادي، واضح ان مش كل كرتونه هيطلع لي منها كنز، بس على الاقل الكرتونه دي كمان طلع لي منها مكسب. ومن ساعتها وهو قرر انه يلعبها بذكاء، ما بقاش يعتمد على الحظ وخلاص، بقى يدقق ويسال من بعيد اكتر علشان كل كرتونه يختارها تكسبه فلوس اكتر من اللي قبلها. وبعد ما اسماعيلي قرر الموضوع اكتر من مره بمساعده العمال اللي كان بيرشيهم، مره في التانيه بقى عنده ناس كتير جدا جوه المخزن وكلهم يتمنوا يخدموه. حرفيا بقى رئيس لشله حراميه شغالين معاه. وبره المخزن كان مظبط كل حاجه مع اصحاب المحلات اللي هيبيع لهم البضاعه اللي بيسرقها، يعني حرفيا كل حاجه بقت سهله بالنسبه له لانه ما بقاش بيلعب لوحده. بس مع ذلك كان لسه بيواجه مشكله كبيره، الكرتونه اللي كان بيختارها بشكل عشوائي ما بيكونش عارف جواها ايه بالظبط. ممكن يبقى جواها كمبيوتر او لاب او تليفونات او ممكن حتى تبقى هدوم او اي حاجه تانية غيرهم. وده كان بيخليه يتعب اكتر في البيع لانه بيضطر يشوف ناس تانية غير اللي اتفق معاهم من الاول اللي يشتروا البضاعه. وكمان ما ينفعش يبيع الاجهزه لنفس الاشخاص بتوع كل مره لانهم وقتها هيشكوا فيه. وهنا في مشكله ولازم يحلها بسرعه، لو معاه اجهزه كتير مش هيقدر يبيعها لانهم ممكن يبلغوا عنه ويتحبس، اصل موظف عادي يعني هيجيب الاجهزه دي كلها منين. وعلشان يحل المشكله دي قرر انه يخلي مراته تساعده اللي كانت اصلا بتشتغل معاه في نفس شركه الشحن، ما هي اللي جابت له الشغلانه وبقت شريكته في كل عمليات السرقه بتاعته. ان ما كانتش الست تقف جنب جوزها مين اللي هيقف جنبه يعني؟ تريزا كانت عارفه كل تفاصيل الشحنات، امتى بتوصل وفيها ايه بالظبط، ذهب ولا ساعات ولا كمبيوترات، والشحنه دي متامنه ولا لا، لانها لو متامنه بيتبلغ عنها بسهوله. وكانت عارفه مكانها فين وهتتسلم لانهي مخزن في المطار، وعلى طول كانت بتبعت كل التفاصيل دي لاسماعيل علشان يدخل في الوقت المناسب وياخد الحاجه. كان بيروح المطار على المخزن اللي فيه البضاعه اللي هيسرقها ويشوف مين من الموظفين اللي يقدر يرشيه علشان يسرق البضاعه، وبكده يقدر يسرق ويبيع بشكل كويس، لدرجه انه احيانا كان بيبيع البضاعه من قبل ما يسرقها لانه بقى عارف الكرتونه اصلا فيها ايه ويتساوي كام، ويقدر يزود ارباحه ويكبر اسمه وسط الناس في السوق. وبدا يركز اكتر على سرقه البضائع الغاليه، بس كل ما يسرق اكتر كل ما زادت المشاكل اللي بيواجهها، لان مع كل عمليات السرقه دي الشركه بدات تراجع كل كرتونه بتخرج من عندها، وكل كرتونه بقت متراقبه بالعين قبل الكاميرا، واللي كانوا شغالين معاه بقوا خايفين يتمسكوا لان اي نقص او تاخير في البضاعه كانوا بيحققوا معاهم كلهم. اسماعيل حس ان الدايره ضيقت عليه، قرر وقتها انه يدخل بيني معاه في نفس الدايره. وطبعا اسماعيل ما اختارش بيني من فراغ، ده كان شايفه زي ابنه، رباه على الشغل وعلمه كل حاجه بالتدريج وكان واثق فيه جدا، علشان كده اختاره
هو بالذات، وبيني كان بيحبه وبيثق فيه علشان كده وافق. اسماعيلي كان ذكي وفاهم ان اللي بيتشاف كتير بيتشك فيه كتير، فعلشان يبعد العيون عنه خلى بيني هو اللي يهتم ببيع وتوزيع البضاعه. ومع الشغل الكتير بدأ بيني يكون علاقات مع اصحاب المحلات، طريقته كانت كويسه مع الناس ودايما بيضحك ويهزر معاهم، علشان كده اصحاب المحلات استريحوا له ووثقوا فيه اكتر. ده غير انه كان بيوصل الطلبات بسرعه كبيره جدا، وبقى الكل يعرفه، واثبت فعلا انه بياع شاطر لدرجه انه بقى احسن من اسماعيلي لانه كان مركز على حاجه واحده، على عكس اسماعيلي اللي كان بيعمل كل حاجه لوحده. وكل مره كان بيسلم فيها بضاعه او فواتير كان بيستخدم بطاقه مزوره باسم جو يانج علشان يبين انه شغال في شركه شحن حقيقيه، والناس صدقت ان دي بضاعه جايه من مصدر ثقه. وبرغم ان بيني في وقت قليل قدر يبيع البضاعه المسروقه كلها من غير مشاكل، الا ان اسماعيلي كان لسه بيواجه مشاكل في تخزين البضاعه المسروقه لانها كانت كتير جدا، كان محتاج مكان امان يخزن فيه البضاعه المسروقه، وطبعا خاف يأجر مخزن كبير علشان محدش يشك فيه، وقرر يشتري بيتين جنب بعض. عاش في واحد منهم والتاني عملوا مخزن للبضاعه اللي بيسرقها، كل يوم كان بيجيب البضاعه ويخزنها في البيت. وطبعا الجيران كانوا شايفين اسماعيلي كل يوم هو وعيلته داخلين خارجين ببضاعه، ودي كانت حاجه غريبه وخلتهم يشكوا فيه. بس اسماعيلي كان شخص محبوب جدا من الناس لانه كان بيتكلم بطريقه كويسه معاهم وكان بيحترمهم، والناس كانوا بيقولوا عليه راجل محترم ومؤدب ومفيش منه اتنين والعيبه ما تطلعش منه. ده غير انه كان بيساعد اي حد محتاجه، وكان بيقدم للناس اللي حواليه هدايا بسبب ومن غير سبب، وطريقته الكويسه مع الناس كانت هي السبب الرئيسي اللي بيبعد عنه اي شك. ولو حد ساله انت ليه مخزن كل البضاعه دي في بيتك كان بيرد عليه بكل بساطه وبيقول له انا شغال في شركه شحن واحيانا يعني بستخدم بيتي مخزن للبضاعه. اسماعيلي كان بيكبر اكتر، بس برضه مشكلته في بيع وتوزيع البضاعه بتكبر معاه لان البضاعه اللي بيسرقها كانت كتير جدا والناس اللي بتشتري منه عددها قليل. تفتكر اسماعيلي هيقدر يتصرف في البضاعه ولا الموضوع خرج من ايده؟ من حسن حظه ان في اواخر التسعينيات كان بدايه ظهور النت، ظهر وقتها مواقع كتير من ضمنهم موقع اي باي، وده موقع يخليك تقدر تبيع او تشتري اي حاجه من اي مكان في العالم، وده كله من غير ما تظهر بشخصيتك الحقيقيه او عنوانك او حتى حسابك في البنك. اهم حاجه فيه ان اللي بيشتري منك المنتج يكون مبسوط وخلاص، مش مهم تصنع ازاي او فين، المهم انه موجود. طبعا اسماعيلي استغل الفرصه دي جدا وبدا يبيع بضاعته المسروقه من غير ما حد يعرف هو مين او جابها منين، وطبعا كان بيبيع باسعار اقل من اللي موجوده في السوق علشان يبيع اسرع، بقى بيبيع حرفيا لكل مكان في العالم. وما وقفش بس عند السرقه والتخزين والبيع، ده كمان كان بيغلف البضاعه بنفسه ويشحنها من المخزن اللي عمله في بيته، وكانه شركه شحن محترمه ولها اسمها، وده كان بيخليه يبيع بسرعه ويكسب اكتر. باع اكتر من 19000 اوردر على الموقع، وطبعا كل يوم ثروته كانت بتزيد اكتر، وقدر يحافظ على اسمه وصورته قدام الناس لمده 13 سنه وهو مكمل في السرقه، ومفيش حد من اداره المطار او الشرطه او حتى الجيران واخد باله او شك فيه. بس السر الحقيقي في نجاح كل عملياته كان عمال الشحن اللي بيساعدوه، علشان كده اسماعيلي كان مهتم جدا بيهم، هم سبب كل اللي هو فيه دلوقتي. دايما كان بيبعت لهم هدايا ويضحك عليهم بالكلام علشان يحبوه اكتر، وبيساعدهم ويقف جنبهم وقت ما يحتاجوا مساعده، يعني ببساطه كده كان بيرشيهم علشان يفضل متاكد انهم مش هيخونوه في يوم من الايام. ونجح في كل ده فعلا، وقدر انه يسرق بضاعه من المطار لمده 13 سنه. الشرطه فضلت سنين تدور على اللي بيسرق البضاعه من المخزن، مفيش كاميرا جابت وشه او حتى بصماته او موظف لاحظ حاجه، وكأن اللي بيسرق الحاجات دي مش بني ادم اصلا. كل مره يقربوا من الحقيقه يلاقوها اختفت، والراجل قاعد في بيته بيغلف ويشحن ويبيع ولا على باله. وفي نوفمبر سنه 2001 الشرطه مسكت اول دليل لما واحد من اصحاب محلات الكمبيوتر قدم بلاغ للشرطه. صاحب المحل بلغ ان في واحد غريب دخل المحل وسرقه. الشرطه على طول اتحركوا على المحل وفتشوه كله، واكتشفوا ان من ضمن الحاجات اللي اتسرقت كان فيه هارد الرقم التسلسلي بتاعه نفس الرقم التسلسلي بتاع الهارد اللي كان في الموتور. الشرطه وقتها قررت انها تستجوب صاحب المحل علشان تعرف هو ازاي وصل للاجهزه دي. قال لهم انا اشتريتها من شركه شحن صاحبها اسمه جو، واداهم رقم تليفونه علشان يكلموه ويسالوه. الشرطه عملت تحريات عن الرقم علشان يعرفوا هو بتاع مين بالظبط، واكتشفوا ان الرقم متسجل باسم بيني، وعلى طول حطوه تحت المراقبه 24 ساعه. ومع كل يوم كانوا بيكتشفوا حاجات كتير جدا. شافوا بيني طالع من البيت ومعاه بضاعه، ولما فتح باب الجراج شافوا بضاعه كتير جدا جوه، وعرفوا ان البيت متسجل باسم اسماعيلي. الشرطه وقتها اتاكدت انها خلاص لقت المجرم اللي بتدور عليه بقالها سنين، وقرروا ياجلوا القبض عليه لحد ما يجمعوا ادله كافيه تخليه يقضي اللي باقي من عمره كله في السجن. وكان عندهم فضول يعرفوا هو ازاي قدر يسرق الحاجات دي كلها من المطار. فريق كامل من الشرطه مهمته بس يحقق في القضيه بتاعه اسماعيلي، وفضلوا مراقبينه 24 ساعه. كانوا بيراقبوه من اول ما يطلع من بيته ويركب عربيته من شركه الشحن للمطار، وشافوه هو بيسلم البضاعه وبيرجع بالكرتونه الزياده وهو مروح بيته. حرفيا جمعوا كل الادله اللي يقدروا يحبسوه بيها، والشرطه خلاص قررت تقبض عليه. يوم 13 ديسمبر سنه 2001 الشرطه دخلت بيت اسماعيلي وقبضوا
قبضوا عليه هو وعيلته كلها، ولما دخلوا البيت اتصدموا من كميه البضاعه الموجوده. حرفيا كان عامل بيته مخزن زي اللي موجود في المطار، ده غير الفلوس الكتير اللي لقوها تحت السرير وفي الادراج وفي كل مكان في البيت. لقوا حوالي 1.5 مليون دولار كاش موجودين عنده في البيت. الشرطه قبضت على سمايلي وتريزا وابنها بيني بتهمه سرقه البضاعه من المطار. سمايلي قبل ما يتحاكم قرر انه يعترف بكل حاجه، بس كان عنده شرط واحد، كان عاوز تريزا وبيني يطلعوا من القضيه، وهيعترف انه عمل كل حاجه لوحده، وكمان هيرجع كل الحاجات اللي سرقها وهيدوهم 6 مليون دولار كاش. والشرطه على طول وافقوا على العرض بتاعه، وطبعا لانه اعترف بكل اللي عمله ورجع الفلوس اللي سرقها، ده كله ساعده انه ما يقضيش الباقي من حياته في السجن، واتسجن 2 وبعدها خرج. ولحد هنا بينتهي الفيديو. ما تنساش بقى تعمل لايك وتشترك في القناه علشان ننزل فيديوهات اكتر. سلام.